السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد وظهورنا المتجدد الدائم ان شاء الله، والدعم منكم ليا على اليوتيوب. ويلا بينا نخش في الفيديو. النادي الاهلي اللي شارك 8 مرات في كاس العالم ده عمل ايه في الثمان مرات؟ كان مستوى ظهوره عامل ازاي؟ حقق ايه وما حققش ايه؟ وايه اللي حققه وايه اللي قدر يعمله وايه اللي فشل فيه في كأس العالم؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. عندك النادي الاهلي شارك في كأس العالم للأندية سنة 2005، فشل في تحقيق اي انتصار. يعني يشاء القدر، فشل في تحقيق اي انتصار في كأس العالم 2005 ومحققش مراكز. قدر الله وما شاء فعل. راح كأس العالم 2006، قدر يفوز في المباراة الأولى ويتهزم في المباراة التانية ويفوز في المباراة التالتة اللي هي تحديد المركز التالت والرابع، وقدر ياخد أول برونزية وأول مرة في كأس العالم للأندية ياخد المركز التالت ويحصل على البرونزية، الميدالية البرونزية في كأس العالم ده. 2008 حقق مركز سادس. يعني كانت الدنيا ملخبطة شوية، فقدر يحقق المركز السادس. 2012 حقق المركز الرابع. اي خدمه. طبعا انت شفتني عملت كده فشل. 2012 لعب المباراة اللي هي على تحديد المركز الثالث والرابع، بس لم يوفقه القدر ولم يحالفه الحظ ونفس في المباراة وقدر يحصل على المركز الرابع. 2013 فشل في تحقيق أي انتصار وأي مركز، حصل على المركز الأخير. نيجي بقى للحقبة الحلوة والكام سنة اللي ورا بعديهم دول، 2020 و21 و22. سنة 2020 قدرنا إن احنا ناخد المركز الثالث، نحصل على المركز الثالث ونفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخنا في كأس العالم للأندية. طيب يا سيدي، حلو. سنة 2021 النادي الأهلي برضو قدر يحقق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي. يعني مش المرة الثالثة في تاريخه بس، والثانية على التوالي. مفيش بصراحة فرقة عربية إفريقية قدرت إن هي تاخد ميداليتين في كأس العالم للأندية في نسختين ورا بعض. تمام؟ عشان نكون متفقين بس، مفيش فرقتين لحد الآن، مفيش فرقة لحد الآن عربية إفريقية. يعني عربية دي تشمل أفريقيا وآسيا، وإفريقيا تشمل أي فرقة في أفريقيا خدت دوري أبطال أفريقيا وراحت كأس العالم. مفيش فرقة زي الأهلي قدرت تحقق 2 برونزية في نسختين متتاليتين ورا بعض غير الأهلي. وعندك الإنجاز اللي هيتم تحقيقه إن شاء الله، اللي هي دي المرة الثالثة على التوالي اللي ربنا بينصفنا بيه فيها. وفي فيديو مكتوب فيه العدالة الإلهية عندما تتحقق في كرة القدم يحدث هذا. يعني اتفرج عليه، شوف أنا قلت إيه فيه وأنت هتعرف إن الحتة اللي أنا مش هقولها لك دي معمول عليها فيديو كبير. بس أنت تابعني واتفرج على فيديوهاتي، عشان أقسم بالله هو المحتوى حلو. بس أنا عارف، أنت انصحني، أنا عارف إن أنا ناقصني حاجات كتير
في حاجات كتير ناقصاني. انا ناقصني مايك، انا عارف ان انا ناقصني مايك، بس والله بدور عليه ما الاقيه يعني. حتى على جوميا مش عارف اجيبه. نيجي نخلينا في موضوعنا. لو في نصيحة قادر تقدمها لي، حتى لو انت مش هتشترك في القناة، انا بلاقي فيديوهات 450 و490 مشاهدة وانا عندي 51 متابع. انا دي مش بتقلل مني على فكرة، لسه بدري ولسه المشوار طويل. واللي عايز يخش مجال اليوتيوب ده ما يستسلمش وما ييأس. ما تستسلمش، ما تيأس، ما تديرش ظهرك. ما تديرش ظهرك وتسيب الليلة ورا ظهرك. دخلت حاجة كملها. انا عارف ان انا عندي محتوى حلو وهقدر اتكلم فيه وهقدر افيد ناس كتيرة. وبسم الله ما شاء الله ربنا يعني يزيدني ويزيدكم جميعا. بقدر المعلومة اقدمها لك بشكل كويس. ده اللي انا اقدر اخدمك فيه، المعلومة والخبر اللي انت عايزه انا بقدمه لك وبشكل كويس. ممكن تكون في حاجات بتفوتني وانت بتسأل الراجل ده ما طلعش اتكلم عنها ليه، والله بظروف شغل. مش هقدر اقول لك اكتر من كده. يعني انا حاليا شغال وردية تالتة، لو فتحت لك دلوقتي باب البلكونة هتلاقي ان انا لسه جاي من الشغل وبصور لك فيديو. مفيش اكتر من كده اهتمام بيك كمشاهد. بس انت كمشاهد ما بتهتمش بيا كمقدم محتوى على اليوتيوب وبتدعم. نيجي نتكلم في الانجاز التاريخي اللي الاهلي ان شاء الله يقدر يحققه. النادي الاهلي هيلعب نص النهائي ده للمره الكام بقى؟ يعني احنا قلنا حقق 3 برونزيه، يعني وصل نص النهائي كده 3. تمام. وحقق مره المركز الرابع يا برنس. يبقى كده لعب نص النهائي 4 مرات. وهيلعب نص النهائي مع ريال مدريد اهو، يبقى كده 5 مرات وخمسه وخمسه في عين اللي يشوف النادي الاهلي وما يشجعوش وما يصليش على النبي. كلنا كده كمصريين نتكاتف ونحط ايدينا في ايدين بعض ونبتعد عن اي انتماءات اخرى قدام مباراة النادي الاهلي وريال مدريد، ونشجع النادي الاهلي وندعي للنادي الاهلي ونخلينا على قلب وطن ورجل واحد. ده اللي انا اقدر اقوله. كلنا نشجع النادي الاهلي، الناس اللي ليها في الكوره، الناس اللي متابعه للكوره، نشجع النادي الاهلي وندعمه في مباراته قدام نادي ريال مدريد الاسباني، وربنا يكرمنا ويفرح الوطن العربي كله. مش هيفرح جمهور الاهلي بس ولا جمهور مصر بس، اللي هو زمالك واسماعيلي واتحاد ومصر وغزل المحله وبتروجيت وكل الفرق على دماغه. هيفرح الوطن العربي كله والافريقي. برضو افريقيا هتبقى لها نصيب في الكحكه من الفرح. تمام. لو قدر يتخطى ريال مدريد، النادي الاهلي ضمن ميداليه، والضمن هو ربنا. بس ان شاء الله يتخطى ريال مدريد هيضمن ميداليه، يا ذهبيه يا اما فضيه، وان شاء الله تكون ذهبيه. لا قدر الله لم يوفقه الله والفوز ما كانش حليف النادي الاهلي مش هيقدر يتخطى، ما قدرش يتخطى ريال مدريد. برضه في بنسبة 80 ل 90% النادي الأهلي يقدر يحقق البرونزية التالتة على التوالي، وبرضه هيفرح العرب وأفريقيا والشعب المصري كله، لأنه هيبقى إنجاز تاريخي. هتقول لي ده بطولة شرفية، أقول لك لا، مش بطولة شرفية، ده بطولة معتمدة من الفيفا ويتحدث نظامها من الفيفا واسمها اتحدث برضه من الفيفا. يعني كان اسمها الأول بطولة الأندية أو بطولة العالم للأندية، مش كأس العالم للأندية. وكانت الانتر كونتيننتال وكانت حاجات كده غريبة. دلوقتي الفيفا عملها رسمية معتمدة كأس العالم للأندية البطلة في قاراتها، يعني كل قارة جاي منها البطل بتاعها. تمام. ان شاء الله يبقى انجاز تاريخي لو لم يوفقه الحظ امام ريال مدريد ويقدر يحرز البرونزيه الثالثه على التوالي والبرونزيه الرابعه في تاريخه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
ربنا يوفقه ويقدر يتخطى ريال مدريد ويخش يجيب لنا ذهبية كأس العالم ويجيب كأس العالم، ونلعب بتيشيرت النادي الأهلي وهو عليه لوجو كأس العالم لمدة سنة كاملة في مختلف البطولات. يعني لو النادي الأهلي ربنا وفقه وكسب ريال مدريد وقدر يفوز في المباراة النهائية من الفايز من الهلال وفلامينجو البرازيلي، وكسب أي الفرقتين بقى اللي هيوصل إن شاء الله ويحرز ذهبية كأس العالم، هنلعب بالتيشيرت عليه لوجو كأس العالم للأندية لمدة موسم كامل لحد ما نشوف هناخد أبطال أفريقيا ونروح كأس العالم تاني ويمكن نحققه تاني والدنيا تمشي بطولات النادي الأهلي يخشوا البطولة دي البطولة الوحيدة التي لم تدخل دولاب النادي الأهلي. ولحد كده يكون انتهى فيديو النهاردة، وأحب أشكركم على حسن المتابعة والاستماع ومشاهدة فيديوهاتي ودعمي على اليوتيوب، واشوف وشكم على خير في فيديوهات تانية جاية كتير يا احلى متابعين على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.